كيف تجي تشوف في المجتمع تلقى فئة كبيرة من الناس في بالهم راحتهم وقت يمشوا يسهروا ولا وقت يسمعوا موسيقى ولا في شرب الخمر. تلقى الشهوات متاعهم غلبتهم وما ينجموش يتحكموا في رواحهم، والحاجة اللي تجي في مخاخهم يعملوها ويبدوا يبرروا ويقولوا تي الإنسان باش يعيش مرة برك في حياته. وتلقى من جهة أخرى زاد اللي عرف اللي الراحة الحقيقية كيف يصلح علاقته مع ربي وقت اللي يتوب من ذنوبه، وقت ما يضيعش الصلاة ومهما كان لاهي يكون محافظ على قراءة القرآن، وقت يعرف اللي من أهم الحاجات هي الصحبة الصالحة. لازم صاحبك يذكرك باش تكون قريب من ربي، وكيف يشوفك تغلط يكون ديما ينصح فيك. لازم تعرف تختار اصحابك وما تضيعش وقتك تلهاب صحتك وتلهاب عائلتك. وعادي كان باش تحس روحك غريب في وسط الناس، فما ناس وينجموا يكونوا من القراب باش يقولوا لك برشا كلام وباش يبداو يحكيوا عليك، وفما حتى شكون باش يولي ما يحبش يكلمك. ما تجرحش حتى انسان وعرف كيفاش تنصح، اما ما تخليش الناس تأثر عليك وما تخليش الشهوات يغلبوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء.